السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم، معكم الدكتورة أماني فاروق، وهنستكمل سلسلة حلقات كبسولات تربوية لتربية أولادنا. في الفيديوهات السابقة اتكلمنا عن أنماط الأطفال، وقلت إن أنا عندي 3 أنماط من الأطفال: في طفل سمعي، وفي طفل بصري، وفي طفل حسي. وكل أم وأب لازم يعرفوا نمط ابنهم، لأن كل واحد ليه طريقة في التعامل. طبعا اللي عايز يعرف ازاي يتعامل مع كل نمط يرجع للفيديوهات السابقة على القناة بتاعتي. النهاردة زي ما اتكلمنا عن أنماط الأطفال، هنتكلم عن أنماط المربيين. هو في أنماط المربيين؟ قال لي كلنا مش بنربي ولادنا بنفس الطريقة، وكل الآباء والأمهات مش نفس الأسلوب في التربية. في 3 أنماط من المربيين. أول نمط النمط الإطفائي، تاني نمط النمط المروض، تالت نمط النمط الإيجابي. هنمسك سريعا كده كل نمط ونقول هو إيه. النمط الإطفائي من اسمه بيستنى لما ابنه سلوكه يتفاقم ويبقى الكل بيشتكي منه، ويبدأ بعد كده يبدأ يقول إيه ده، ابني بيكذب، ابني بيسرق، ابني عصبي، ابني عنيد. يفضل سايبه ويدلعه ويوصله لمرحلة ما يعدلوش اي سلوك، ولا يقولوا انت غلطان ولا اي حاجة، سواء الاب او الام، او يدلعوه بزيادة او يعنفوه بزيادة. وفي الاخر يبدأوا لما يلاقوا ان الولد او البنت وصلت لمرحلة ان سلوكها تفاقم وبقى محتاج لتعديل، يبدأ يدور يقول ايه ده ابني عنده مشكلة، ويبدأ يدور يا اما يضربه، يا اما يحرمه من حاجات معينة، يا اما يدور لو هو حد يعني اكتر تفهم يدور على اخصائي تعديل سلوك عشان يعدل سلوك ابنه. فده بيقولوا عليه المربي الاطفائي، ان هو يستنى لما المشكله تتفاقم، يستنى لما الاخوات يضربوا بعض وبعد كده يبدا يحل، رغم ان هو اصلا من الاول ممكن يكون ما بيعدلش بينهم، ما يكونش بيكون بيفرق بينهم. وفي الاخر لما توصل ان اواصر المحبه بينهم تقل، يرجع يقول ايه، اللهم بيضربوا بعض ليه؟ وهكذا. ومشاكل كتيره جدا موجوده في الاسره المصريه، بنفضل سايبين ابننا يعند ويسرق ويكذب ويزن، ونبقى سايبينه براحته لغايه لما احنا نبدا نزهق، نبدا ندور نطفي المشكله بالمروض. يعني ايه مروض؟ من اسمه اللي بيروض الحيوانات، فبيعتبر ولاده اكنهم يعني هو كانه اسد، وهم الرعيه عنده. وتوا ما يدخل البيت الاب او الام بيبقى شديد، يزعق لهم، يبقى طول ما هم في البيت ما فيش مشاركه، ما فيش ياخد رايهم في حاجه، كل حاجه غلط، كل حاجه اعمل كذا. فبيروضهم زي ما بيروض الحيوانات، وبالتالي بتعملهم بقسوه شديده. وساعات القسوة الشديدة بتوصل الطفل انه يبقى عنده اما يكون شخص خجول، او يا اما يكون شخص مش واثق في نفسه. وبالتالي فانت كأب او كأم لما تربي ابنك باسلوب التربية الترويض دي، ان كل ما يعمل حاجة غلط يتضرب، كل ما يعمل حاجة غلط يتعاقب من غير ما نناقشه او نشاوره او ناخد رأيه، ساعتها بنوصل لمشكلة تعديل السلوك. والابن يجي لما نرجع ليه من يوم ما اتولد كنتوا بتعملوه ازاي، نلاقي ان الغلط عند الاب مش عند الطفل. يبقى ده تاني نوع من المربيين، اللي هو المربي المروض، يعني اللي هو بيروض الحيوانات، وده بيستخدم العقاب البدني والشدة، وبيجي من هنا العنف الأسري. فمع بعض الأحيان بتلاقي آباء بيمسكوا ولادهم يضربوهم ضرب جامد، وممكن يوصلوا لمرحلة إن هو يكسر له إيده ويكسر له رجله، يعمل له عاهة بسبب الشدية وبسبب العنف، وبيعتقد إن هو كده بيربي صح. وبعض الآباء بيربوا ولادهم زي هم ما تربوا زمان، لكن الجيل اختلف وبقى كل جيل ليه طريقته، وليه جيل اليومين دول والعصر الحالي عايز اللي يناقشه وعايز اللي يسمعه. أما العنف والعقاب الشديد بيولد انحراف، وبيولد كذب، ويولد عنف، ويولد عند. وترجع تقول ابنك بقى عنده 17 18 سنة وما انتش عارف تديره، لانك من الاول كنت بتعاقبه على كل صغيرة وكبيرة، وشغال معاه كأنه عندك مش طفل ولا عندك مراهق، لا عندك ما يشبه بالحيوان اللي انت بتروضه. وكل عقاب بضرب، وكل عقاب وكل موقف بضرب، وكل موقف بعقاب.
طيب ايه بقى النوع الثالث؟ ده النوع الجميل اللي هو النوع الايجابي، ان الاب والام يكونوا ايجابيين. طب ايه هي صفات الاب الايجابي او الام الايجابيه؟ ولازم هما الاثنين يبقوا ايجابيين. اول حاجه المشاركه، ان هو يشاركهم في الراي. تاني حاجه ان ينصت ليهم، يعني يسمعهم كويس جدا، ان احنا لازم نسمع ولادنا ونشوفهم هم عايزين ايه، وحتى وهم بيغلطوا نسمع لهم ونديهم راينا ونقول لهم انتوا صح ولا غلط، ونسيبهم يجربوا ونسيبهم يفشلوا، وزي ما بيقولوا كده يغلطوا ويستفيدوا من اخطائهم. يبقى ان انا اكون مستمع جيد، ان انا اكون منصت جيد، ان انا اكون احبهم واقول له برافو على كل صغيره وكبيره، ادور على ايجابياته، ان انا ما اقارنهوش بحد، ما اقارنهوش بزمايله، ما اقارنهوش باخوه، ان انا ما اشتمهوش او هزقه قدام حد. كل ده بيخلي الطفل يتولد عنده. بنبدأ نلاقي ان الاطفال وصلت لمرحلة المراهقة، والاب والام يبدأوا يشتكوا منهم، يقولوا احنا مش قادرين نسيطر عليهم، وبيبقوا مش عارفين ايه السبب. لما ترجعي تلاقي السبب ان هو الاب او الام كانوا بيتعاملوا معاهم من الصغر باسلوب مش صح. يبقى احنا دلوقتي عندنا 3 انواع من التربية، أو من الآباء أو من الأمهات. في المروض، في الإطفائي اللي يستنى لما المشكلة تتفاقم ويبدأ يتدخل عشان يحلها، وأخيرا الأب الإيجابي اللي يشارك أولاده ويسمع لهم ويحل لهم مشاكلهم بهدوء، ويبدأ زي ما قلت بنبعد عن العقاب البدني خالص، وان العقاب يكون ونستخدم معاهم جداول التعزيز. ايه هي جداول التعزيز دي؟ ان كل ما ابني بالذات لو هو طفل صغير يعمل حاجه اعمل له تعزيز، والتعزيز ده اما تعزيز مادي يعني اديله فلوس، او تعزيز مثلا غذائي ان انا اجيب له اكله حلوه بيحبها، او ان هو تعزيز رمزي ان انا احط له ستيكر او اقول له برافو او اعمل له موشن حد بيضحك، او احط له صورته على الحيطه واحط له فيها حواليها ورد، وكل ما يعمل حاجه حلوه احط له ستيكر حلو، وكل ما يعمل سلوك ايجابي ابدا اعمل له عمليه تعزيز. ده اسمه عمليه التعزيز. فالتعزيز اما مادي او معنوي او رمزي. في حاجه كمان ان انا ممكن بدل ما اعاقب ابني ان انا اضربه، لا، احرمه من حاجه بيحبها. يعني ايه احرمه من حاجه بيحبها؟ لو بيحب يروح النادي يبقى طالما عمل حاجه ضايقتني الاسبوع ده يبقى مش هيروح النادي. لو بيحب ينزل يلعب بلاي ستيشن مش هخليه ينزل. احرمه من حاجه عقابا للي هو عامله. وبلاش نلجأ لعمليه الضرب، لان العنف الشديد داخل الاسره ممكن يؤدي ان الطفل لما يكبر يصل لمرحله الانحراف، ونبص نلاقيه ممكن يسيب بيته. وبنلاقي اطفال شوارع كتير سايبينهم، سابوا اهاليهم في محافظات تانية وجم هنا القاهرة ومحافظات زي اسكندرية ومحافظات اخرى، ولما تسأليه طفل الشارع يقولك ان والده كان بيضربه، او لا قدر الله والده متوفي وزوج والدته كان بيضربه. فالقسوة والعنف بتولد انحراف وبتولد اطفال شوارع وبتأثر على المجتمع، وبالتالي هنلاقي المجتمع غير مستقر لان في تفكك اسري وفي عنف اسري. فاحنا بناشد ان الاباء يعاملوا اولادهم بحنيه وبرأفه ويشاركوهم، ويخليه يسمع رأيه ويسمع كلامه في كل حاجة حتى وهو بيغلط. عشان زي ما قلت قبل كده في حلقاتي، عود ابنك ان يجي يحكي لك يومه في المدرسة وفي الحضانة وفي الدرس، وعارف مين والمدرس قال ايه، عشان تبقى صاحبه ولادكم. وبلاش تبقوا اباء مروضين ولا اباء انطفائي. خليك اب وام ايجابيين عشان نبني مجتمع جيد ونبني مجتمع مستقر، ما يبقاش فيه عنف اسري، ما يبقاش فيه انفصال، ما يبقاش فيه طلاق، لان كل ده بيأثر على المجتمع، لان الاسرة هي نواة المجتمع. واشكركم، والنهارده اتكلمنا عن انواع المربيين، والمره الجايه ان شاء الله نكمل بقيه الكبسولات التربويه.
اشكركم على حسن استماعكم، ولو عجبكم الفيديو هتفعل الجرس وتشترك في القناة. وكانت معكم الدكتورة أماني فاروق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.